وكالعادة يا صديقي مش محتاج أقول لك إنك لو ما صليتش أي فرض من فروض ربنا النهاردة فقوم صلي دلوقتي حالا قبل ما تتفرج على الفيديو ده، لأن الصلاة أهم مني ومن الفيديو ومن أي حاجة في الدنيا. فيلم النهاردة صديقي هو فيلم الزومبي، ولكن صدقني مختلف وهيعجبك، فشاي جاهز؟ طب صلي على النبي ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا يا صديقي بظهور شخص اسمه سيونج ده حاليا كان بيكلم الشرطة بيبلغهم انه كان بيشتغل في شركة اسمها تشينز بايو لصناعة الأدوية، ووضح ان الشركة دي خططت لهجوم إرهابي بيولوجي، بمعنى انهم يعني صنعوا فيروس معدي وهيبقوا السبب في تفشي الفيروس ده بين الناس. وأضاف كمان انه عمل تجارب كتير في معمل داخل مبنى كده اسمه دونجوري لحد لما صنع لقاح ضد المرض، حتى انه جرب اللقاح ده على نفسه واخد منه جرعة، وبالفعل التجربة نجحت. فقال للشرطة انا الوحيد اللي عندي علاج للفيروس ده واقدر اوقف تفشي الفيروس. حاليا بقى يا صديقي بينتهي بينا المشهد لمقر شركه الادويه اللي اسمها تشينز بايو دي، وبيظهر معانا بقى عالمه الاحياء البيولوجيه كون سي وزوجها السابق هانجيو. ومن سياق الحديث بنعرف ان كون استقالت من شغلها بسبب رفضها لسياسات وقوانين الشركه، فزميلها وزوجها السابق هان طلب منها انها تيجي تحضر مؤتمر عملته الشركه النهارده يعني عشان تتعرف على مدير الشركه، جايز تلاقي فرصه شغل عندهم. بالفعل يا صديقي الشباب دخلوا المؤتمر، وبدا كانج رئيس الشركه انه يشرح تفاصيل مصل جديد صنعوه، وبيوضح انهم جربوا المصل ده على فار مشلول، وبعد الجرعه الفار مشي من تاني. طبعا الحضور كلهم سقفوا وفخورين بالعلم النافع اللي الشركه بتقدمه، ولكن كون وهان ما كانوش متحمسين قوي. وقتها بنشوف سيونج حاضر المؤتمر ده بس كان واقف بعيد بيضحك كده بسخريه. في نفس الوقت ده بنشوف شخص اسمه سيوك بيكون حارس امن في المول التجاري اللي اسمه دونجوري. وقتها اخته القاعده اللي اسمها هي جات له زياره، وبنعرف انها موظفه في شركه تكنولوجيا المعلومات. عامه يعني يا صديقي هي اخذت اجازه عشان تزور اخوها، فشباب اتمشوا شويه في المول وقت الغداء. بعدها سيوك رجع على شغله وهي قالت له انا هستناك في البيت لما ترجع بالليل عشان نقعد ندردش سوا. على الناحيه الثانيه بنشوف كون وهان واقفين يسلموا على كانج بعد انتهاء المؤتمر وبيمدحوا فيه وفي الشركه. وقتها كانج جاله اتصال من الشرطه، والضابط بلغوا ان في شخص اسمه سيونج اتصل بيهم وبلغ ان الشركه هتقوم بهجوم ارهابي بيولوجي. وقتها كانج اتوتر جدا وقال للضابط انا شفت سيونج في المؤتمر من شويه، على فكره يعني ده انسان مختل وبتاع مشاكل والشركه غير مسؤوله عن اتهامه ده. وبسرعه كده ساب الجماعه وجري على مكتبه. الصدمه بقى انه بيلاقي سيونج مستنيه، وسيونج قال له حضرتك سرقت البحث بتاعي وقدمته في المؤتمر للناس على انه اختراعك انت، انا مش هسمح لك تسرق مجهودي وتنسبه لنفسك. والاتنين مسكوا في خناق بعض. في الاثناء دي كون راحت مكتب كانج تعرف على نفسها يعني عشان تتوظف في الشركه، واما شافت الخناقه اخذت بعضها ومشيت. بالنسبه لسيونج فبنشوفه طلع حقنه من جيبه وحقن بيها كانج. الحقنه دي يا صديقي عباره عن فيروس هو اللي صنعه بنفسه، حقن كانج بيه عشان ينتقم منه. للعلم في اول الفيلم يا صديقي سيونج كان مبلغ الشرطه ان الشركه هي اللي صنعت الفيروس القاتل زي ما شفنا يعني، وقال ان هو صنع العلاج المضاد للفيروس، ولكن الحقيقه احنا شفناها كلنا دلوقتي. سيونج هو اللي صنع الفيروس عشان ينتقم واتهم الشركه ان هي اللي صنعته، وقال ان هو اللي صنع العلاج كمان عشان يبان قدام العالم كله ان هو المنقذ، برغم ان ابن المجانين ده هو السبب في كل المشاكل من الاول اساسا. المهم بعد ما سيونج حقن كانج ضربه وحوشه في الحمام، وبعد كام ثانيه بس بنشوف تاثير الفيروس ظهر على كانج وتحول لزومبي مرعب جدا. مش بس كده ده هجم على كام شخص عضهم وبالتاكيد نقل لهم العدوى. في نفس الوقت ده على الناحيه الثانيه بنشوف هان سال كون اذا اتكلمت مع كانج ولا لا، قالت له انه مشغول وما عرفتش تكلمه. قال لها خلاص تعال نتغدى في مطعم حلو كده جوه المبنى على ما السيد كانج يفضى. في الاثناء دي كانج والكام شخص اللي اتصابوا بداوا يتحركوا في المبنى وحصل حاله من الذعر للناس كلها. فسريعا كده الناس كلموا رجال الامن عشان يقفلوا ابواب المبنى لحد لما يفهموا بيحصل ايه. وبالفعل يا صديقي سيوكو وزمايله نفذوا الاوامر وقفلوا الابواب، وفي نفس الوقت بتكون الشرطه وصلت وبداوا يخلوا المكان حوالين المبنى. في الاثناء دي بقى الوضع بيكون خرج عن السيطره داخل المبنى، والمصابين هاجموا الناس بمنتهى الشراسه والقسوه. ساعتها كون وهان اتفاجئوا بالفوضى الكبيره وما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، ولكن لما شافوا المصابين بيحاولوا انهم يهجموا على هي اخت سيوك انقذوها منه. في نفس اللحظه دي سيوك جه بسرعه ينقذ اخته، وسريعا كده الجماعه دخلوا كلهم استخبوا جوه محل ملابس، برغم ان الباب مقفول لان المصابين اتجمعوا قدام الباب وحاولوا انهم يكسروا الازاز. فكون طفت النور بتاع المحل بالكامل، وهنا المصابين ما بقوش شايفين حد، فبالتالي بعدوا عن المكان وراحوا بقى عند باب محل تاني وحاولوا انهم يكسروه عشان يهاجموا الناس. فكون كتبت على شاشه الموبايل اطفوا النور، فالشباب طفوا النور فعلا والموضوع هدي للحظات. ولكن سريعا كده شاشه الاعلانات الموجوده على الباب نورت وجذبت المصابين تاني لان عليها صوره انسان، وتخيلوا او افتكروا يعني ان هو حقيقي. في الاثناء دي كون وهان بيلاقوا معاهم راجل مستخبي جوه المحل وعرفهم ان هو ضابط شرطه، وبلغهم كمان ان جالهم اتصال من شويه ان هيحصل هجوم ارهابي في المبنى. على كل حال طبعا كون كانت عايزه تنقذ الشباب اللي في المحل التاني، فاخدت البانرات اللي فيها صور البني ادمين ربطتها في الكرسي المتحرك بتاع
هي وطلعت الكرسي بره المحل وظبطته انه يمشي لوحده يعني. طبعا لما المصابين شافوا البانرات دي تخيلوا انهم ناس حقيقيين وجريوا ورا الكرسي. في الاثناء دي بقى الشباب خرجوا من المحل وجريوا لحد لما استخبوا في المحل التاني مع كون واللي معاها، الا بنت واحده خافت تخرج من المحل، فهان اتطوع يروح يجيبها، وبالفعل يا صديقي راح اخذ البنت وجابها على المحل. وقبل ما يدخل واحده من المصابين هجمت عليه وحاولت تعض، فهان فضل يجري لحد لما دخل استخبى في محل وحط بانر عليه صوره شخص في نص المحل عشان المصابه تتلهي فيه. الفكره بقى ان المصابين التانيين لما هجموا على البانرات اكتشفوا انها مش حقيقيه فسابوها، وده معناه انهم بيفهموا وبيفكروا او يعني مش اغبياء من الاخر. في نفس اللحظه المصابه اللي بتطارد هان فهمت بعدها ان البانر برده مش حقيقي وما هجمتش عليه. ده حصل ليه بقى؟ لان الفيروس يا صديقي ده في ماده اسمها الوعي الجمعي او الجماعي بتخلي وعي المصابين يعني مرتبط ببعض، بمعنى ان المصابين عقولهم متبرمجه وكلهم متصلين ببعض من الاخر. والثغره دي شرحها كانج في المؤتمر عموما، بس انا ما حبيتش ارغي في الموضوع. على كل حال هان غفل المصابه وجري من المحل بسرعه، وقبل ما يدخل المحل الثاني هجم عليه مجموعه من المصابين وللاسف خلصوا عليه. بعد مرور شويه وقت السلطات الامنيه طلعوا بيان عن انتشار فيروس شرس مرعب خطير سريع العدوى داخل مبنى دنجوري، وانهم يعني يقفلوا المبنى وتحول لحجر صحي لحد لما يلاقوا طريقه يسيطروا بيها على الفيروس ده. حاليا بقى بنشوف كون ماسكه موبايل هان لان زوجته بتتصل بيه، فكون ردت عليها وبلغتها بمنتهى الحزن انه مات. في الاثناء دي الضابط اللي معاهم كان بيتواصل مع السلطات وبلغوه انهم مش هيقدروا ينقذوهم في الوقت الحالي، فبالتالي الضابط بلغ كل الناس اللي معاه ان مفيش طريقه لخروجهم من هنا والحل الوحيد انهم يلاقوا سيونج. ليه بقى؟ لانه اتصل بالشرطه وقال لهم انه معاه المصل. المهم ان الضابط قال لهم ان انا عندي معلومات ان هو كان موجود في المبنى وحضر مؤتمر شركه تشينز بايو دي. هنا اتدخلت كون وقالت انها شافت سيونج فعلا بعد المؤتمر عند مكتب كانج في الدور الثالث. سالوها طب هنوصل له ازاي؟ ده المصابين في كل مكان. فكون بدات تشرح لهم ان المصابين بيتحركوا بشكل منظم. ليه؟ لان وعيهم متصل ببعضه. ليه؟ لان وعيهم متصل ببعضه، لكن لو غذيتهم بمعلومات غلط زي مثلا لو شموا ريحه تانية غير ريحه البشر لوقت طويل هيجمعوا حوالين الريحه دي ويفضلوا يلفوا حوالين بعضهم لحد لما يموتوا او يكتشفوا ريحه البشر ويهاجموهم من تاني. قالوا لها طب ومين فينا اللي هيقوم بالمهمه دي؟ قالت لهم انا اللي هعمل كده، ولكن في راجل عجوز محتجز معاهم اتطوع يقوم هو بالمهمه عشان يشوش عقل المصابين. وبالفعل الشباب بداوا يا صديقي انهم يجهزوا نفسهم، لفوا جسمهم بهدوم كتير ولزق تجنبا للعض يعني. وبالنسبه للراجل اللي اتطوع فكون غرقت جسمه كله بنوع برفان وطلبت منه انه يخرج يجيب نفس النوع ده من محل عطور بكميه كبيره. فالراجل ما كدبش خبر وخرج يجيب البرفان على طول، وبرغم ان ريحته مختلفه لان شويه من المصابين قربوا منه وفضلوا يشموا ريحته لحد لما اتعرفوا عليها، فبالتالي باقي المصابين عرفوا الريحه. على كل حال الراجل دخل محل عطور واخد كميه كبيره من العطر. في الاثناء دي المصابين بداوا يهاجموه لانهم عرفوا ريحته، لكن الراجل قدر يتخلص منهم ورجع المحل بسرعه. في الاثناء دي بيكون الشباب مجهزين جراكن فيها ماده ريحتها مختلفه تماما وبداوا يغرقوا نفسهم بيها. بالنسبه للعطر فغرقوا المحل كله والمانيكانات كمان، وبعدين فتحوا باب المحل وفضلوا واقفين في مكان. وقتها المصابين دخلوا المحل وبداوا يتجهوا لريحه العطر اللي هم عارفينها. في الاثناء دي الشباب خرجوا بمنتهى الهدوء والسلاسه، واثناء تحركهم في الممر واحده من البنات خبطت في مصاب ووقعت على الارض والمصاب فوقيها، فبالتالي قعدت تصرخ من رعب. حرفيا لمت باقي الزومبيز عليها وكل لما يقربوا منهم الشباب يضربوهم، والوضع بقى سيء جدا. وقتها كون فتحت خزانات الميه وغرقت المصابين عشان تشوش على اتصالهم ببعض. بالفعل شويه من المصابين اتجمدوا في مكانهم، وفي الاثناء دي الشباب دخلوا الاسانسير الا سيوك لانه كان شايل اخته على ظهره. للاسف مصابين بقوا يهاجموهم من كل ناحيه حرفيا يا صديقي، ولكن سيوك بقى يضربهم وفرقهم بالعصايه وخد وهات لحد لما وصلوا الاسانسير بالسلامه الحمد لله، وقفلوا الباب قبل دخول المصابين بثانيه. لو كان مات هو واخته كنت هزعل جدا الصراحه. في نفس الوقت ده الاعلام كان بيتكلم عن الوباء اللي انتشر، وبعد بحث وصلوا المعلومات ان سيونج هو اللي قام بالهجوم الارهابي مش شركه تشينز بايو زي ما هو ادعى يعني. وبعد ما فتشوا وراه عرفوا ان ابوه كان دكتور بيولوجي برضه، ولكنه اختلس الشركه اللي بيشتغل فيها وعمل اعمال ضاره بصحه المواطنين، ولما اتكشف خلص على نفسه. والاعلاميين شايفين ان سيونج عمل اللي عمله ده عشان ينتقم لابوه المجرم مش اكتر ولا اقل. واضح ان الجنان ده وراثه في العيله دي يا صديقي. حاليا بقى بنرجع للشباب، بنشوفهم وصلوا الدور الثالث ودخلوا مكتب كانج، وبالفعل بيلاقوا سيونج محبوس في الحمام. فالضابط كلبشه وقال له انت معتقل بسبب الهجوم الارهابي، فامشي معايا بهدوء كده لحد لما نطلع فوق السطح لان فريق الانقاذ هيخرجهم من فوق المبنى. طبعا سيونج تجاهل الكلام ده كله وبص لكون وقال لها انت غرقتي المصابين بالميه عشان تشوشوا على اتصالهم ببعض. احب ابشرك ان الميه دي هتتبخر وهيرجعوا اشرس من الاول. وبالنسبه لبقيه الجماعه فاعترضوا انهم يطلعوا فوق السطح لان وارد جدا المصابين تهاجمهم، وطلبوا ان فريق الانقاذ هو اللي يدخل المبنى يخلص على المصابين وينقذهم. الضابط فهمهم ان مستحيل ده يحصل ولازم ان هم يطلعوا السطح. في المجمل بقى سيوك عرفهم ان في اسانسير بضايع محدش يعرف مكانه غير موظفين المبنى وبس هم اللي ممكن يطلعوا بيه، لانه الى حد ما مش
هيلاقوا هناك مصابين. على كل حال الضابط رحب بالفكره دي وطلب من سيوك يقودهم لحد الاسانسير. على الجانب التاني بنشوف عالمه الاحياء جونج سيول وصلت قدام المبنى الموبوء عشان تساعد زمايلها في حل الازمه. بالمناسبه يعني يا صديقي جونج تبقى زوجة هان اللي مات من شويه، وقبلت انها تنضم لحل الازمه بعد وفاه زوجها بسبب الفيروس اللعين ده. بالنسبه للشباب فوصلوا اسانسير البضايع بالسلامه. اثناء طلوعهم من السطح المجنون سيونج قال للراجل اللي اتطوع عشان يجيب العطر لو فاكرينه، قال له على فكره لياقتك البدنيه جامده، شفتك وانت بتجري من المصابين. واثناء ما كان بيتكلم غفل الشباب ووقف الاسانسير فجاه، وهوب الباب اتفتح ودخل عليهم مجموعه من المصابين، وللاسف انهوا حياه كذا واحد من الشباب. في الاثناء دي سيونج هرب بمنتهى الهدوء. على كل حال الشباب اتغلبوا على المصابين وطلعوهم بره الاسانسير، ولكن لسه بتواجههم مشكله، وهي ان سيونج هرب وطبعا هم محتاجينه لانه الوحيد اللي معاه اللقاح. ساعتها هي سالت سيوك عن مكان غرفه المراقبه الموجوده في المبنى عشان يعني يراقبوا تحركات سيونج ويقبضوا عليه. فسيوك قال لهم ان غرفه المراقبه في القبو. فسريعا كده الشباب نزلوا على تحت. وعلى الجانب الثاني بنشوف مجموعه من قوات الامن معاهم دكاتره الاحياء دخلوا المبنى، وتحديدا كده في المعمل الخاص بسيونج، وبيلاقوا هناك عدد كبير من القرود محبوسه في اقفاص ازاز. سيونج عامل عليهم تجارب حرفيا كلهم زومبي. المشكله بقى ان القرود لما شافوا البشر كسروا الاقفاص وبداوا يهاجموهم بمنتهى الشراسه والعدوانيه، وخد وهات وخد وهات لحد لما الشرطي خلص على اول قرد مصاب. وقتها القرود كلها اتاثرت بموته وقعوا على الارض واتجمدوا في مكانهم فجاه. على الناحيه الثانيه بنشوف الشباب وصلوا اوضه المراقبه وقفلوا على نفسهم كويس، وهي قعدت على جهاز التحكم وبدات تراقب كل الادوار عشان تشوف سيونج فين بالظبط. وبالفعل بتلاقي المجنون ده في الدور الثالث، واضح انه بيفتش على حد، وفعلا اتضح انه بيفتش على كانج. الاول لما شافه قعد يهرب كلام عبيط كده واستفز كانج عشان يعضه، وبعد ما كانج عضه الواد وقع على الارض وحصل له حاله تشنج وفضل على الوضع ده. في الاثناء دي بنشوف المصابين اخدوا نفس وضع سيونج متشنجين ومش بيتحركوا. هنا تكون لاحظت حاجه مهمه، وقالت ان سيونج قال للراجل في الاسانسير انا شفتك وانت بتجري. ده معناه انه بيراقب المكان، واضح انه بيراقبه عن طريق عيون المصابين. وكذلك التشنجات اللي حصلت دلوقتي جايز يكون امر جديد بيديه للمصابين، واكيد هيحصل مصيبه. عامه الضابط قال لهم تعالوا نطلع الدور الثالث نجيب المجنون ده قبل ما المصابين يفوقوا ويهاجمونا. وقد كان يا صديقي الشباب اتحركوا وصلوا عند سيونج. اول لما شالوه على الارض المجنون ده فاق وكل المصابين فاقوا معاه. فسريعا كده الشباب اخدوه ودخلوا استخبوا في محل، ولكن كون لاحظت ان سيونج على اتصال بوعي المصابين، حرفيا بيحركهم بنظره عينيه وجذبهم للمحل. فسريعا كده كون ربطت له عينه عشان ما يشوفش هم فين ويلم عليهم المصابين، ودي حركه ذكيه جدا. حتى طلبت من الشباب انهم ما يتكلموش قدامه ويتواصلوا مع بعض على جروب الشات وبس، عشان لا يشوف ولا يسمع حاجه يستخدمها ضدهم. وانا بحييك يكون على الذكاء ده. على كل حال هي كانت قاعده على الكاميرات تراقب اكتر مكان امن الشباب يمشوا منه، بيبلغهم عن طريق الرسائل برضو زي ما قلنا. وقتها الضابط بيلاحظ انهم راجعين من نفس المكان اللي هم جم منه، فقال لسيوك ده مش مكان الاسانسير اللي هنطلع بيه السطح. سيوك قال له هنروح نجيب اختي من غرفه المراقبه الاول. والمشكله ان الضابط هنا اعترض وشايف ان ده تضييع وقت مش اكتر. في الحاله دي سيونج سمع ان هي موجوده في غرفه المراقبه، فسريعا كده ادى اوامر للمصابين انهم يقتحموا الغرفه دي ويخلصوا عليها. ساعتها سيوك سابهم وقرر يروح عشان ينقذ اخته. حتى كون اتخانت مع الضابط عشان سيوك وهي، ولكن الضابط ضربها واجبرها تاخدهم لحد الاسانسير. والصراحه انا مخنوق من الضابط ده. في الاثناء دي هي كانت متابعه كل حاجه على الكاميرات وشافت ان الجماعه اتخلوا عنها واخوها هيعرض نفسه للخطر عشان ساعتها سيوك اتصل بيها عشان ترشده للطريق اللي هينزل منه، ولكن هي ارشدته لطريق اسانسير البضايع عشان يطلع فوق السطح وينقذ نفسه لان خلاص فات الاوان. الوقت ده المصابين اقتحموا الاوضه، وللاسف يا صديقي للاسف خلصوا عليها. واللي حصل ده اتسبب في غضب شديد لسيوك، فبعت رسائل للشباب قال لهم انتوا السبب في موت اختي، ووعدهم انه يخلص عليهم وكمان هيدمر اللقاح اللي سيونج عامله ده. على الناحيه الثانيه بقى بنشوف دكتوره جونج وباقي فريق الدكاتره قبل وزير الداخليه عشان يعني يشرح الوضع. جونج قالت ان حاليا مفيش علاج لشفاء المصابين، ولكن في طريقه نوقف هجومهم، وهي ان اول واحد اتصاب لازم يموت عشان الباقيين يتوقفوا عن الهجوم، زي ما حصل مع القرود بالظبط يا صديقي. لما اول مصاب منهم مات الباقيين اتجمدوا في مكانهم. عامه الوزير اصدر قرار بمراقبه كاميرات المبنى عشان يعني يعرفوا مين كان اول مصاب ويخلصوا عليه. حاليا بقى بنشوف سيوك خرج من الاسانسير ومعاه آلة حاده لانه مضطر يمشي بين المصابين، وكل لما مصاب يهجم على سيوك بيخلص عليه لحد لما خلص منهم تقريبا ودخل اوضه مراقبه عشان يشوف تحركات الشباب. بالنسبه للشباب فبيكونوا لسه في الدور ال 32. ساعتها سيونج عرف مكانهم فين بالظبط، وللاسف جذب المصابين ليهم وبدات المعركه يا صديقي. المصابين هجموا عليهم بمنتهى الشراسه وخلصوا على الضابط وراجل كان معاهم كده، ما تبقاش غير كون واثنين بنات. فسريعا كده اخدوا سيونج ودخلوا استخبوا في محل. البنات كتفوا سيونج وكون بعتت لهم رساله على الجروب قالت لهم استنوا هنا، وانها هتخرج تجيب تليفون الضابط عشان تطلب فريق الانقاذ. وقتها واحد من المصابين كان ماسك تليفون الراجل اللي مات وعينه شافت الرساله، فبالتالي المعلومه وصلت لسيونج لانه متصل بوعي المصابين زي ما احنا عارفين، وللاسف عرف يحدد مكان كون فين بالظبط. على الجانب الثاني بنشوف الشرطه دخلت على سيستم كاميرات المبنى وراجعوها بدقه شديده
جديده لحد لما عرفوا مين اول مصاب اللي هو السيد كانج، وبداوا يراقبوا الكاميرات في الوقت الحالي عشان يعرفوا مكانه فين بالظبط. بالنسبه لكون فبنشوفها وصلت لتليفون الضابط واتصلت بفريق الانقاذ، بلغت انها محتجزه سيونج وحددت مكانها فين عشان يعني يجوا ينقذوه. في نفس اللحظه دي الشرطه حددت مكان فين وقرروا ان هم يبعتوا فريقين انقاذ، فريق يخلص على كانج وفريق ينقذ البنات ويقبض على سيونج. وبالفعل يا صديقي فريق الانقاذ اقتحم المبنى. مشكله ان المصابين هجموا عليهم بشكل شرس جدا، بس الجنود اتعاملوا معاهم وخلصوا عليهم لحد لما وصلوا لهدفهم اللي هو سيد كانج، وبالفعل الجنود خلصوا عليه. وبالرغم من كده المصابين كانوا لسه بيهاجموا، والطريقه دي ما نفعتش لوقف المصابين للاسف. الناحيه الثانيه سيونج جذب المصابين للاوضه المحبوس فيها، اكيد يعني المصابين خلصوا على البنتين الموجودين. بعدها سيونج اخذ المصابين بدا يتحرك في المكان، وساعتها سيونج استقبلهم وهاجم المصابين اللي مع سيونج وخلص عليهم. لما جه يخلص على سيونج كون ظهرت فجاه ومنعته لانه العلاج الوحيد اللي هيوقف المجزره دي. ساعتها سيونج استغل انشغالهم وخلى هي اخت سيوك تخلص على اخوها بايديها. للاسف يا صديقي سيوك مات في مشهد حزين جدا جدا، والصراحه يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني مش عارف، انا قبل حتى ما اعرف خبر موتهم كنت يعني خايف يموتوا الصراحه. المهم بعد ما الدنيا هديت سيونج اتواجه هو وكون، ومن سياق الكلام بنعرف ان كون هي اللي كشفت الفساد بتاع والد سيونج وان هو انهى حياته بسببها في الاخر. قالت له انت عملت كل ده عشان تنتقم مني يعني؟ هلا المشكله اللي واجهت ابويا انه ما كانش متصل معاكم بوعي وافكاره، عشان كده نبذتوه، يعني كلكم بقيتوا عليه يعني وشايفينه شخص وحش والكلام ده. المهم يعني ان هو بيكمل وبيقول ان انا خليت وعي وافكار الكل متصل ببعضه عشان يعني ما حدش ينبذ التاني ونبقى متفقين على نفس الفكره. طلعت نادي الشرطه اقتحمت المكان يعني، وتم القبض على سيونج عشان يبطل هرتله في الكلام، وبس للاسف يعني خدوا بعضهم ومشوا من غير ما ياخدوا معاهم كون، وسابوها تواجه المصابين لوحدها. في الوقت ده جونج كانت بتتابع الاحداث على كاميرات المراقبه وانزعجت لما قوات الانقاذ سابوا كون لوحدها، فخرجت من المكان وراحت كلمت كون في التليفون تعتذر لها على تقصيرهم معاها. واثناء الكلام قالت لها على موضوع اول قرد مصاب لما مات والباقيين وقفوا عن الهجوم، وانها عملت التجربه دي على كانج بس ما نفعتش. طبعا لما كون سمعت الكلام ده فهمت حاجه تانية خالص. قالت لها الموضوع مش كده، يعني مش لما اول مصاب يموت الباقيين يموتوا، ده لما القائد بتاعهم يموت كلهم هيموتوا، والقائد ده يبقى مين؟ سيونج نفسه، لان هو اول واحد اتحقن بالفيروس اصلا. سريعا كده طلبت من جونج تبلغ السلطات تخلص عليه لانه هيتسبب في كارثه حرفيا. فجونج فهمتها ان السلطات مستحيل تخلص عليه عشان الراي العام ما يقلبش الدنيا عليهم، لانه قدام العالم هو الوحيد اللي معاه العلاج. وقتها كون فكرت وقررت انها تخلص عليه بنفسها. في نفس الوقت ده بنشوف المصابين هاجموا على قوات الامن اللي قبضت على سيونج وخلصوا عليهم، فبالتالي سيونج خرج من فوق سطح المبنى وبقى حر طليق هو والمصابين اللي معاه، وحرفيا بداوا انهم يهاجموا الناس والشارع اتحول لبركه من الدم. في الاثناء دي كون قدرت تهرب من المبنى، طلعت الشارع وسريعا كده اتصلت بجونج، طلبت منها انها تراقب الكاميرات وتحدد موقع سيونج. فجونج نفذت الاوامر على طول وقعدت تراقب لحد لما حددت مكانه فين وبلغت كون. فكون ركبت العربيه واتجهت للموقع. اول لما وصلت سيونج لاحظ وجودها وفضل يجري وهي وراها لحد لما دخلت في عربيه وانفجرت. في الاثناء دي سيونج بدا يقود المصابين تجاه كون عشان يخلصوا عليها، فكون قلعت البلطو اللي فيه ريحتها ورمته على واحد من المصابين، فبالتالي المصابين كلهم اتلموا حوالين البلطو وفضلوا يلفوا زي القطيع كده. وقتها جه سيونج اخذ البلطو رماه وراح عند الاتوبيس اللي كون مستخبيه تحتيه وامر المصابين يهجموا عليه. فالمصابين هجموا بعشوائيه لدرجه انهم وقعوا سيونج على العربيه المولعه، وهوب النار مسكت فيه. فضل يجري يمين شمال عشان يطفي نفسه ولكن ما عرفش، وفي النهايه وقع على الارض ومات محروق. في اللحظه دي المصابين اتجمدوا في مكانهم وكانهم تماثيل حرفيا. وطبعا احنا فاهمين طالما القائد مات اللي هو سيونج يبقى كل المصابين هتموت معاه. المهم بعد ما الدنيا هديت وراقت كون اتصلت بجونج، قالت لها انا دلوقتي قدام العالم كله خلصت على اللقاح واكيد هتعرض للمساءله القانونيه. فردت عليها وقالت لها ولا يهمك، انا هشهد معاكي ان هو كان الفيروس مش اللقاح. حد هنا يا صديقي انتهت احداث الفيلم. قول لي رايك تحت في الفيلم. بالنسبه لفيلم الزومبي ما توقعتش الصراحه ان يبقى في فيلم زومبي السنه دي بسبب ان افلام الزومبي اتحرقت بطريقه كبيره، ولكن برضه لسه في افكار. يعني الفيلم ده ما كانش سيء وكان يعني شغال، في افلام كتير مشابهه ليه، ولكنه ما كانش سيء تماما لدرجه ان انا ممكن اديله 7 من 10. الفيلم عجبني، مش هقول لك انه فيلم يعني جامد موت بس هقارنه بافلام زومبي، لا الفيلم ده حلو جدا 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 مش وحش. ولكن نفسي في افكار تانية لافلام الزومبي، نفسي نستغل الزومبي في حاجه تانية خالص. يعني نفس الموضوع، يعني نفس الزومبي دول يبقوا جزء من الفيلم بس ما يبقوش هم المحور الاساسي، يعني ما يبقوش، يعني مش عارف اجيبها لكم ازاي، انا مش عارف، بس انا عندي افكار كتير ممكن تتعمل، ولكن هنشوف ان شاء الله. ممكن فيلم ينزل السنه دي فعلا يكون زومبي حلو يكسر الدنيا زي ما حصل يعني السنه اللي فاتت. مثلا في فيلم زومبي حلو نزل على فكره بس مش فاكر اسمه، ممكن تروح تتفرجوا على البلاي ليست بتاعت افلام 2025 هتلاقوا افلام زومبي كويسه. فقول لي رايك تحت في التعليقات صديقي. قول لي مين اكتر حد زعلت على موته. اعتقد نفس الشخص اللي انا زعلت على موته هو نفس الشخص
الشخص اللي انت زعلت على موته، بس اكتب لي تحت في التعليقات عشان اتاكد. اشوفكم في فيديو جاي، يلا سلام.